اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الهنا، صباح الانوار، صباحكم جميل وزي العسل. لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ويلا نصلي على الرسول ونستغفر الله كتير. الاستغفار بغير الاقدار ووسع الرزق، ونشوف احلى اكله في اسرع وقت. احلى اكله في اسرع وقت بنص فرخه بس ممكن تعملي بيها اكل يومك ويكون تحفه بجد وطعمه حلو. ممكن بفرخه كامله وممكن بربع فرخه كمان. لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ويلا نصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل ايه. مبدئيا كده عندي لسان عصفور، قلت احمره عشان ما اطولش عليك الفيديو، فبدات ان انا احمر فيه. زي ما انت شايفه معايا كده بدأ يتحمر اهوت، مش هيغيب. انا مسرعه الفيديو علشان ما يتاخرش في التحمير. خلاص انا حمرت لسان العصفور، حطيته في صينيه ورا وركنته، وبعد كده غسلت الفراخ عندي وصفيتها تماما. انا بشوف يا جماعه على النت عموما وعلى الفيس وكده، بشوف حاجات بجد يعني توجع البطن. بياخدوا الفراخ من الميه يحطها على طول في شوربه او مرقه او في الحله كده. يعني احنا ليه ما تغسلهاش وتنقعيها وتنضفيها وكل حاجه وتحطيها في مصفى وتتصفى على ما تخلصي كل حاجه وراكي، وتضغطي عليها وهي بتتصفى. واهم حاجه ان انت تضغطي على القطعه وهي بتتصفى. يعني حتى لو هتعملوا ربع واحد في حله، ليه ما تهتميش بيه؟ ليه تبقى مثلا جردل مليان جنبها مليان فراخ واربع وكده، متنصصه اربع، تشيل من الميه وتحط في حله الشوربه. يا ربي لا اله الا الله، انا اتعقدت من الشوربه خالص ومن المرقه دي نهائيا، يعني بسبب اللي انا بشوفه. مش عايزه اقول لكم بقى، انا بدخل على التلات بضحك، انا بضحك كده يعني يا حاجه. الميه اللي في الجردل بقت هي الشوربه، اشربي بالهنا والشفا. تريقه. المهم بعد ما صفيناها ونضفناها، والله المستعان ملناش دعوه بحد، احنا ملناش دعوه بحد. بدأنا بقى ان احنا نحط الماده الدهنيه بتاعتك، ايا كان الماده الدهنيه بترتاحي فيها، ان كان زيت او سمنه كدابه من اللي احنا عاملينها، اللي هي بتتعمل بليه ولبن. عندي هنا بعد ما احمر وسمعنا صوت الطشطشه كده، جبت معلقه كبيره من الثوم، وبتدي طعم تاني بقى يا جماعه مع الزيت بقى كده، مع الماده الدهنيه معانا كده. وعندي هنا بصلايه كبيره متقطعه جوانح، وعندي قرن شطه، يعني هو مش حراق قوي بس محدش يقول ليوسف لان هو بيحبش الشطه. وعندي هنا برضو فلفل الوان. المهم ان احنا بنحب كلنا السبايسي اللي هو. المهم حطيته كده من وراه يعني. ربنا يستر. المهم ان هي ما كانش حراق قوي لان من كتر غليان وكده، فخففت الشوربه شويه او الايه الصلصه اللي كانت هتستوي فيه. المهم زي ما انت شايفه معايا هنا كده نبدا نقلب بقى. هنعملها دلوقتي معامله ايه؟ انا عامل لسان العصفور معامله الرز البسمتي. ازاي يا رشا؟ هقولك. بعد ما نقلب كده وتدخل في الكرمله، هنجيب ميكس بقى من التوابل بيجي جاهز كده من عند العطار، وتحطيه عليه. وبعد كده نحدق الفراخ طبعا عندي صغيره، فمش واخده وقت خالص خالص خالص. فانت هتعملي ايه؟ هتحطي عليها شويه ملح عشان تتبل ويبقى طعمها حلو، ويكون كمان تشرب من التتبيله اللي احنا، لان احنا مش عاملين لها تتبيله نيه، احنا دلوقتي بنعمل تتبيله على النار. عايزه اقولك الطريقه دي اقسم بالله طعمها تحفه تحفه بمعنى الكلمه. طعمها حلو، وكمان يعني كله في حله واحده، اكله في حله واحده بجد. لا تغسلي مواعين كتير ولا حاجه، هي بس الصينيه اللي احنا نغرف فيها بس. زي ما انت شايفه معايا بسم الله ما شاء الله، الميكس الالوان بألف هنا وشفا، تحفه بجد يا جماعه. انا تقريبا بقالنا يجي 3 4 ايام نسيت ان انا اعمل مونتاج للفيديو اساسا، او مش فاضيه او تعبان. المهم يعني احسبوها زي ما تحسبوها، ان احنا بقالنا يجي 3 4 ايام على لما بدات ان انا امنتج. شوفي بقى هينزل امتى. المهم ان الاكله دي بجد لازم تجربيه. زي ما انت شايفه معايا يعني بديها فرصه ان كل حاجه تتبل مع بعضها وتشرب كمان من التتبيله، وتشرب من البصل والثوم والفلفل الالوان والميكس التوابل تحفه. عندي هنا صلصه جاهزه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا حبيبي يا رسول الله. دايما تصلوا على الرسول وتقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد حبك إليه، وعدد حبي إليه، وعدد أوراق الشجر، وعدد مخلوقاتك أجمعين يا رب العالمين، أن تيسر لنا أمورنا اللهم أمين. حطينا الصلصة
الكميه اللي انت حباها غامقه، حباها حمرا، حباها فاتحه، المهم ان يعني حطيتي الصلصه بتاعتك. ما عندكيش صلصه، الطماطم على طول، يعني الطماطم حطيها على طول هتتسبك مع بعضها، وبعد كده تزودي بقى ايه، ميه من الكتل. انا صلصتي جاهزه، حطيت هنا كام معلقه لما احمرهم. بعد كده هسيبها لما تستوي، قصدي تغلي. بعد كده انا كنت نسيت احط ليمونه. انا دايما بحط في اي لحوم عندي بحط ليمونه، لازم اغسلها كويس جدا، بعد كده اطلع منها البذر، بعد كده اعصرها على الشوربه او المرقه بتاعتي. انسي بقى، بصي انسي زفاره اي حاجه، اكلك بيبقى مميز بالليمونه دي. عندك خل، حطي نص معلقه خل. انا حطيت نص معلقه خل بسيطه. انا يا جماعه بحب احط خل وليمون دايما. عندي هنا انا شلت خلاص، شلت كل الفراخ وحطيتها في الطبق ورا، وجبت ايه ونقصت شويه على فكره مرقه كمان، او لقيتها زياده، فنقصت ايه يعني حوالي طبق كده يبلع الدنيا معايا، وزودته بداله ميه. وبعد كده حطيت العقد. حد هيقول لي الشوربه كتير على لسان عصفور، لا والله زودته ميه كمان، لقيته طري سيكه كده، قمت جايه مزوده ميه كده. خلاص استوى، والقرن الشطه بيبص علينا يعني بصي، عايز الميكس اللي احنا حطيناه مع بعض ده معاملة الرز البسمتي، وطبعا مفلفل وجميل وريحته جايبة من اخر الدنيا، يعني الكل شكر فيها بجد. نص الليمونه دي هنشيلها بقى خلاص. شكرا على كده، احنا خدنا غراضك، خدنا الزيوت المتطايره منك، وخدنا الفايده بتاعتك كده. خلاص جبت قارب. طيب يا رشا، انا مش عايزه اطيبه على البوتاجاز، هتحطيه في القارب ده وحطي عليه الشوربه وطيبيه، وحطي فراخك او لحمتك على الوش. طب ينفع ان انا اعمل بدل الفراخ اعمل لحمه؟ انا عندي كيس لحمه في التلاجة، ينفع اعمليه. طب ينفع اعمله بكبد وقوانص؟ عملناها قبل كده على القناه. طب ينفع ان انا اعمله ببط؟ طيب البط كويس عشان بيبقى كبير، لو كبير معاكي وحطي نفس العمال اللي احنا عملناه. اكله بجد سريعه ومغذيه وحلوه، وبجد هتبقى تحفه على سفرتك، وتقدميها بالشياكه كده. انا طبعا حمرت الفراخ لان طبعا من كتر الغليان فابيضت شويه، فمش هينفع ان انا اقدمها، واولادي بيحبوها حمرا، فانا حمرت كده عندي الفراخ وظبطت الدنيا كده. ودي اكلتنا النهارده سريعه، واكله في حله واحده، أكلة في حلة واحدة جميلة وسريعة جدا، ومش مكلفة يا جماعة. احنا كده كده أكلنا اليومي، ما جبتش افتكاسات على فكرة. بشكر اللي دخلت وقالت لي أنا بحب أكلك عشان ده من مطبخك، اللي هو أكل يومي اللي احنا بناكله. ما بتجيبيش حاجة خارجية، ما بتجيبيش حاجات احنا ما نقدرش عليها. وبشكرك أنا كمان جدا جدا جدا، انت بتشكريني وأنا بشكرك والله بجد، وشرفتيني. وأهلا بيك وأهلا بكل اللي موجودين على قناتي، وحتى لو عدد بسيط بيتفاعل معايا. فانا يعني عذرة الناس، هو دلوقتي في مصيف ودروب